تدري قديش الاستغفار ممكن يغير مجرى حياتك؟ شوف، كلنا عندنا ذنوب قد الدنيا، أخطاء ومصايب ممكن نخجل من أنفسنا أن بس نتذكرها، نستحي أن الناس تعرفها عننا، ونخجل نستحي قبل كل شيء من الله سبحانه وتعالى أن نواجه فيها. يا أخي شوف، الاستغفار باب من أعظم الأبواب اللي توصلك لله سبحانه وتعالى، باب عظيم جدا. يا أخي تخيل أن الاستغفار من شأنه أن يحبك الله سبحانه وتعالى من أجله، يحبك الله، ويا لله إذا أحبك الله. تحبك الدنيا بما فيها، تساق لك الخيرات، يسخر لك البشر والمخلوقات، يرضى الله عنك، وهو الغفور الودود. تدري ايش يعني الودود؟ الودود يعني الرحمة والمحبة في نفس الوقت، هذا يعني الودود. إبليس متعبك، لاعب فيك لعب، صح، كلنا والله. لكن يا أخي أنا بسألك سؤال، إبليس ولا الله سبحانه وتعالى؟ طيب اسمع، إبليس لما عصى الله سبحانه وتعالى وأبى أن يسجد له، راح عند ربي قال: وعزتك يا رب لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. تحدي الكبير، إبليس يتحدى الله سبحانه وتعالى، وأنا وأنت الضحية، لكن الله سبحانه وتعالى يعرف ضعفنا ويعرف أننا مساكين، أنصفنا بكل حب. شوف كيف أنصفك الله سبحانه وتعالى ورد على إبليس وقال له: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أغويهم يا إبليس، واللي يستغفرني بغفر له. ها، إبليس ولا الله سبحانه وتعالى؟ يا كبر رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مهما كان ذنبك مرة كبير، الله أكبر منه وأعظم منه، ومغفرته تشملك أنت وذنبك وذنوب الخليقة كلهم، الأحياء منهم والأموات. الله سبحانه وتعالى عظيم جدا.